كنا عايزين ناكل فطير وبيتزا بس على اصله، فجالنا ترشيحات كتير جدا على البيج عن بيتزا البريمو اللي في سموحه، وناس كتير قالت لنا مش هتندموا على التجربه دي. وطلعنا كلنا رجاله المطعمجيه حمله على البريمو اللي موجود في سموحه، وقلنا نطلب الجديد اللي عندهم. والجديد فعلا طلع شديد. طلبنا فطير عائلي نص كريسبي ونص مشكل جبن، ومكرونه صوص ابيض، وكاليزوني ومشكل جبن، وفراخ باربيكيو، وفطيره القنبله. ودي فعلا قنبله. واول حاجه الفطيره النص كريسبي ونص مشكل جبن، والشيف بدا يفرد في العجينه ومرجح يا معلم وروق علينا بقى، والعجينه عنده طبقتين مش طبقه واحده وخلاص. لو كمان اللي عندهم الجبنه طبيعي، يعني الناس شغاله بانضف واجود انواع الجبن المعروفه. ونزل في النص تاني بقى بالفراخ الكريسبي المتقطعه، ويزوقها بالخضار بقى، وينزل عليها بالرومي، وقفل يا معلم على كده ودخلها الفرن. واحده فطيره عالميه. وبعد ما تستوي يروح نازل فوقها بالجبنه الكيري والموزاريلا والطبيعي، ويرص شرايح الشيدر وقطع الفراخ الكريسبي، وحاجه اخر جمدان. وتطلع زي ما انتم شايفين. ايه الجمال والطعامه دي بجد، جرت ريقي ومبقتش قادر وعايز انط جوه العظمه دي. شوف معايا منظر الجبنه السايحه من جوه من فوق، دايبه دوبان بحر جبنه، محتاجه حد اكيل جامد. وندخل بقى على الكازالوني بالخضار وميكس الجبن، وواحده باربيكيو فراخ، والشيف يقفل ويحط في الفرن، وتطلع من الفرن ينزل عليها بالكيري والشيدر والباربيكيو، وينزل عليها بالجبنه الموزاريلا الطبيعي، وزوق يا معلم ورجع الفرن تاني، وتخرج من الفرن بالمنظر الجميل ده اللي انتوا شايفينه. ونيجي بقى هنا للمكرونه الكريسبي وهي مليانه صوص ابيض، وينزل عليها بالموزاريلا، وتدخل الفرن وتطلع بالمنظر ده، ويا سلام سلم الصوره بتتكلم. والشيف مصطفى يدخل يفنش لنا الاوردر ويقطع بقى ويسيبها كده، لا ازاي، ينزل عليها بقطع الكريسبي ويملاها من فوق، وينزل عليها بالصوص وعلى الكزالوني كمان بقى. وندخل بعدها على الحلو، وده كان حوار تاني خالص بجد، فطيره قنبله بمعنى القنبله. والشيف بيفرد العجينة وينزل عليها بالزبدة، ويدخل عليها بالنوتيلا ويفرد على العجين. بجد بجد فطيرة من الآخر. ويرش السمنة البلدي وينزل عليها ببحر النوتيلا واللوتس مع بعض، وافرد وغرق يا معلم، وينزل عليها بالفستق والبندق والأوريو والبوريو والتوينكز، ويرسم لنا اللوحة، وينزل فوقهم بالكريمة والكراميل وعسل النحل، ويزوقها بالكريز. وفعلا فنان. ونزل الاكل كله على الترابيزه، وزي ما انتوا شايفين منظر طبيعي. تسلم ايديكم يا شيفات ويا شيف مصطفى يا مايسترو على السيمفونيه الجميله اللي حصلت في المطبخ وطلعت لنا بالشكل الحلو ده. وندخل بقى على الفطيره ميكس الجبن، والجبنه كانت مظبوطه جدا، وراح ياخد حته من الكريسبي ودخل في مود جامد جدا. وادخل انا بقى على الكازالوني، كانت حلوه جدا جدا وخفيفه وطعمها مظبوط ومفيش حاجه مالحه، الاكل طعمه مظبوط قوي. الفطير تسويه مية مية، وجبنه جوده عاليه جدا، والفراخ تتبيلها هاديه ولذيذه جدا. بجد مفيش تعليق يتقال على الحاجه الحلوه دي. ودخل نصر على المكرونه الساحه في الجبنه ومتغرقه من جوه خضار وصوص ابيض وفراخ باربيكيو، وعليها من فوق الكريسبي، وطعمها كان جامد ومش قادرين نكملها من كترها ما هي تستاهل، ومخدومة جدا جدا، مفيش كلام يتقال. وفطيرة الجبنة بتبظ فيها من كل حتة. ونيجي بقى ندخل على الحلو وفطيرة القنبلة، ودخلنا عليها كلنا واتلحوسنا كلنا. بس السر هنا بقى غريب جدا، ان هي مش مسكرة زيادة اللي هي تجزع النفس، لا ده سكرها مظبوط قوي. ومش عارف ازاي البريمو عرف يعدل ويظبط المعادلة دي بالظبط. فعلا بريمو بجد. مطعم بريمو من التجارب المميزة جدا جدا، واكتشاف رائع. ويوم ما فينا حد هيفكر يطلب فطير وبيتزا يبقى البريمو وبس. في اسكندرية أعلى جودة ونظافة وأكل مخدوم معمول بأنظف الخامات. بنشكر جدا الحاج مصطفى صاحب المكان، راجل محترم وخلوق جدا ومتواضع وبيحب شغله، وفعلا عرف يتميز بيه، وموجود دايما في المكان وبيشوف كل تفصيلة في الشغل. غير ان معاه شيفات متميزين وخبراتهم كبيرة فوق ال17 سنة. وسألناه الأكل ده بيطلع للزبون كده، قال لي نفس اللي تقدم لك هو اللي بيطلع للزبون. وفعلا البيدج بتاعته الأوردرات طالعة كلها قدامنا حاجة آخر جمال ودلع. أتمنى تكون التجربة عجبتكم واستحق إنكم تجربوها، بس ماليش دعوة لو أدمنتم الأكل في البريمو. وانتظرونا في تجربة جديدة مع المطعم جية.